هكذا يدير لك رزقك وانت تشوف صعيبه بزاف. حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم، معكم سقاوني اسماعيل فلاح بلديه شلال منطقه قيمر. منطقه قيمر تعرضت ليله البارحه لسرقه قطيع من الغنم في هذه المنطقه، وخرجوها في هذه المنطقه، وتبعنا جره خرجوها من زريبه ودوها تقريبا 10 كيلو على مكان تواجد القطيع. منها خرجوها للطريق وشرجوها ودوها. نطلب من اللي تجيه معلومه، والله نطلب من الموالين اصحاب المهن تاعنا والفلاحين كشما معلومات يتقرب المراكز الدرك، والدرك الحمد لله جانا وقام بالواجب تاعو، وراهم يحققوا في الامر السرقه هذه، وان شاء الله نلقاهم. وهو معكم ابن اللي يخدم معنا اللي شاد القنم، ابن المنطقه اللي كان ليله البارحه هنايا. راه معكم يزيد يفهمكم زين كيفاه تمت عمليه السرقه هذه. السلام عليكم ورحمه الله. انا اللي كنت يعني حاضر هنايا في العمليه تاع دولنا الشياه ودولنا القطيع تاع الاغنام هذه، ويعني كان البارح اش راح نقول لك، يعني كان الجو ما رياح قويه، وكانت كذا فيهم اشياء، يعني كاينين نص القطيع يعلم الاحمر، ونشكر يعني جهه المختصات يعني قاموا بالواجب تاعهم. وهذا اش راح نقول. عمليه سرقه على كذا يعني ثلاثة ونص، خاطر انا جيت على 1:30 هنا، يعني درت هنايا كان القطيع هنا، وجا يعني الشيخ تاعنا يعني 3 ونص، يعني تمت السرقه 3 ونص تاع الصباح. ورحنا على واحد 10 كيلو هكذاك، لقينا نصف يعني داوه، والنص خلاوه، يعني ما شارجات لهم شكل الروسه، خلاو النصف وداو النصف وداو حوالي 50-60، يداو حوالي 50-60. هذه اللي داوها كاينه 20 يعني 10-20 هكذاك اللي استرجعناها، يعني ما هزت لهمش الروسه والله، ما كامي والله. المهم الوسيله اللي داو خير الوالده خير المليحه، خير اللي هي نتاوما، خير يعني خيرهم، ماشي يعني ما داوهم عشوائي هكذا، يعني خيرهم. على مسافه 10 كيلو من الطريق خرجوها منا وراحوا بها. الليله البارحه كانت رياح، كانت رياح قويه معناتها، حتى وحس والله ما صعيبه باه يسمعوا هذه